اليوم رح نعمل أطيب شوربة باستعمال يا البطاطا الحلوة لحال أو الجزر مع الشوفان، بيكون كتير الطعم أطيب. فمنحتاج لهدول المكونات الأساسية. والشوربة هي حبيبة الجماهير أكيد في الشتوية كلنا بنحب نشربها، شوربة العدس. نحتاج طنجرة لحتى نقطع فيها الخضار بشكل عشوائي. حطيت البصل والجزر حتى تشوفوا بالآخر شو رح أساوي فيهم. حطيت هون شوية زيت زيتون بشوحهم على الغاز وبعطيها التحميرة الحلوة قبل ما يشقروا. وأهم إشي بنستنى عليهم. هون أنا اخترت الجزر مع الشوفان، كتير رح ترفع من القيمة الغذائية والنكهة ولا أطيب، وتعطيها تقل للشوربة والقوام الكثيف ما تكون خفيفة. بحب أغسل العدس لحتى أكيد أنظفه من الشوائب اللي فيه، وبعطي بحس قوام وطعم مش طبيعي. جربوها جد. وخطوة كتير مهمة، شوحت العدس مع البصل والجزر لحتى هيك يعطوا الطعم الطيب ويطلعوا الزيوت والأشياء اللي فيها الزاكية. وحطيت هنا الشوفان والملح والفلفل، وضفت مرقة الدجاج لتضيف النكهة الواو. ما بحب أضيف المكعبات ولا أي إشي زي هيك، هاي النكهة أطيب. أو إنه بإمكانكم أكيد تضيفوا مي وبهارات، بس مش مشكلة. وأهم بهارة عندي بشوربة العدس الصراحة الكمون، أكيد الكمون عشان يخفف من الغازات ويريح الجسم. وهون بستنى الشوربة عبين ما تبلش تتمازج مع بعض وتغلى، بسكر عليها كتير منيح. وبضيف بصير أتحكم بالمي، بضيف مثلا مي على حسب أنا كم القوام اللي بدي إياه. وزي هيك طلع الشوربة. أنا احتجت أضيف تقريبا كوباية لكوبايتين مي على مرقة الدجاج، تقريبا حطيت كوبين على طبعا كوب من العدس والخضار اللي شفتوهم. وهون السر، بطحن الشوربة وهي سخنة لحتى تخبي الخضار الحجم الكبير والقوام بيكون أسكى. وأهم نقطة يا جماعة عشان ما نسبب إنفاخ أو وجع في المعدة والمنظر، نشيل هاي الرغوة البيضة، لا منظر ولا كمان الطعم بيكون مرغوب فيه وشكله أرتب وأحلى. وبنخليها الشوربة هيك جاهزة. ويا سلام ما أسكاها، جد جربوها على طريقتي وما رح أبدا تندموا. وإن كانكم تحطوا جنبها مخللات وجرجير وخبز محمص بالفرن، ولا أطيب من هيك فعليا. هيك كانت الشوربة تمام. أو ممكن تخلوها طبق جانبي، ولا أروع فعليا. جربوها وما رح تندموا. سلام.